كعب الغزال او منين الافران نوع من انواع المخبوزات اللي ما بيختلفش عليها اتنين، وعشان كده تعالي مع بعض النهارده في الفيديو ده نعمله باسهل طريقه واقل مكونات. وصدقوني لو جربتوه بالطريقه اللي هتشوفوها في الفيديو ده النهارده مش هتبطلوا تعملوه، هتلاقوا نفسكم بتعملوه كل يوم على الفطار. تابعي معايا الفيديو للاخر، بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك وشير للفيديو ده. اول خطوه هبدا بيها هنا، هجيب كوبايه من الميه هحط فيها معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الخميره وهقلبهم مع بعض كويس. والخطوه دي انا بعملها هنا عشان اختبر الخميره، هغطيهم وهسيبهم على جنب 10 دقايق. بعد كده هجيب بوله احط فيها كيلو الا ربع من الدقيق، عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر وكوبايه من السمنه. الكوبايه دي بمقدار 200 جرام، وعليها ربع كوبايه من الزيت، وهبدا اقلب الخليط ده كله بتاع الزيت والماده الدهنيه اللي انا حطيتها. وبعد كده هجيب الخليط بتاع الميه والخميره والسكر وهبدا ان انا اعجن بيه واحده واحده لحد ما تتكون معايا عجينه تكون ناعمه وما بتلزقش، بس مش ضروري ان احنا نعجن كتير قوي علشان العجينه ما تنشفش معاك. هغطيها وهسيبها ترتاح لمده ربع ساعه، وبعد كده هجيب العجينه بتاعتي هقسمها لقطعتين، هاخد كل قطعه فيهم هفردها على شكل مستطيل، وبعد كده هبدا ان انا احضر الحشوه بتاعتي. بعد ما بفردها على شكل مستطيل، الحشوه اللي كانت عندي هنا كانت معجون تمر، ممكن تستبدليها بالعجوه البيتي لو موجوده عندك، بس ده معجون تمر انا كنت جايباه جاهز. هبدا بقى احط معجون التمر بعد ما فردته هو كمان على شكل مستطيل واقفل عليه العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهركنها على جنب لمده 10 دقايق. بعد 10 دقايق هجيب العجينه بتاعتي وهبدا افردها تاني على شكل مستطيل، بس المره دي عايزاه يكون السمك بتاعه رفيع مش تخين، يعني بمقدار نص سنتي ويمكن اقل كمان. هبدا الف بقى العجينه اللي انا فردتها دي، هلفها رول كده، ومش عايزه الرول يبقى تخين قوي يعني. بعد ما لفيته رول كده هبدا بقى اجيب السكينه وابدا اقطع الاطراف دي علشان اساوي بس الشكل بتاعه، بس مش هنرميها اكيد هناكلها برضو. بعد كده بدات ان انا اقطع القطع اللي عندي دي بسمك يكون متساوي، انا عملتها بصباعين زي ما هو باين في الفيديو كده. وهبدا اعمل القطعه التانية بتاعه العجينه بنفس الشكل ونفس الخطوات دي. بعد ما قطعت الرول بتاعي ده بقى انا هبدا احضر طبقين. الطبق الاولاني هحط فيه معلقتين كبار من العسل الاسود وهخففهم بربع كوبايه ميه، والطبق التاني هحط فيه سمسم. وهبدا اخد كل قطعه من العجينه احطها في الخليط بتاع الميه بالعسل الاسود، وبعدين هحطها في السمسم واحطهم ارصهم في الصينيه، والصينيه ما بتبقاش مدهونه اي حاجه لان احنا حاطين سمنه كفايه في العجين، فما تقلقيش مش هتلزق معاكي ولا اي حاجه. بعد كده بقى هكون مشغله الفرن سخن وهيكون على درجة حرارة 200، وهدخلها الفرن لمدة 25 دقيقة. هتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، هشة وحلوة قوي، مش طرية ومش ناشفة اللي هي محجرة يعني، لا هي مقرمشة وطعمها حلو قوي، هشة جدا من جوه وطعمها خطير. صدقوني هتعملوها كل يوم على الفطار. انا من ساعة ما جربت الوصفة دي بصراحة بقيت بلاقيها اسهل حاجة تتعمل على الفطار لو انا مستعجلة وعايزة حاجة تكون سريعة كده تتاكل جنب الشاي، او في الايام البرد اللي احنا فيها دي لو عايزين حاجة تدفيكوا بالليل مع حاجة سخنة جربوا الوصفة دي، وصدقوني هتدمنوها مش هتبطلوا تعملوها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا في قناتي على اليوتيوب.